انت ممكن يكون عندك منتج جامد بس تسعيرك للمنتج فاشل. ركز معايا في 4 طرق هقول لك ازاي تسعر المنتج بطريقه صح. واول حاجه التسعير بالاضافه، انك بتضيف ربح على راس المال. فليكن السماعه دي سعرها 10 ريال تكلفه، بضيف عليها 5 ريال وباع ب 15. بس خلي بالك ان الطريقه دي مش دايما صح. والطريقه الثانيه بتكون التسعير على اساس المنافسه، انك بتشوف الناس بتبيع السماعه دي في السوق بكام وتبيع زيهم او تبيع اقل منهم بفرق بسيط. بس دايما الطريقه دي بتكون فيها مشاكل كتير وبتقلل ارباحك خصوصا في البدايه. والحاجه الثالثه اسمها تسعير بالاختراق، انك بتخترق السوق عن طريق السعر. ازاي؟ لو السماعه دي ب 50 ريال بتتباع في السوق، تروح انت تجيبها وتبيعها ب 40 اقل من الناس كلها، لسبب واحد، انك عاوز تخترق السوق وتلم اكبر عدد من العملاء عشان تستفيد بداتا بيس كبيره. والطريقه دي بتخسرك كتير لو استمريت عليها. لو هتعملها تعملها في الاول بس. الطريقه الرابعه اسمها التسعير بالقسط، ودي ناس كتير ما تعرفهاش. يعني ايه؟ يعني انك بتنزل المنتج في الاول بسعر غالي جدا، بتستهدف فئه معينه اللي مستعده تدفع مبلغ اللي انت عاوز تبيع بيه، وبعد كده بينزل سعر البرودكت. زي شركه ابل، بتنزل الايفون في اول يوم واول يومين تلاقي سعره جدا غالي، بعد اسبوع بعد اسبوعين بعد شهر تلاقي سعره نزل. وهو ده اللي بيحصل في شركه ابل كل سنه. التسعير مهم جدا ولازم تهتم بيه، يا يكسبك يا يخليك تفلس. اعمل لايك للفيديو لو استفدت، واعمل متابعه للقناه عشان يوصل لك كل جديد في التجاره والبيزنس.